خلينا نتكلم معاك في اللي يخص بيراميدز لما بيقابل النادي الاهلي سنه 2022 في نهائي كاس مصر. كانت النتيجه 1-0 لبيراميدز في الدقيقه 85، في كورنر اتلعب للاهلي وجه منه هدف كهربا، وكان عليه جدل كبير خالص اذا كان ده هدف ولا اوفسايد. بعدها على طول في نهائي كاس السوبر اللي اتلعب في الامارات لما الزمالك انسحب وبيراميدز لعب مكانه، في لقطه جدليه كبيره لما لعيبه النادي الاهلي محمد الشناوي، علي معلول، حسين الشحات، كلهم اعتدوا بالضرب بدون كوره على محمد الشيبي جنب الحكم المساعد، وساعتها ما فيش حد فيهم اخذ حتى انذار. وفي كتير من الخبراء التحكيميين قالوا انه محمد الشناوي تحديدا يستحق الطرد عن اللقطه بتاعته مع الشيبي. نيجي بعدها لسيزون 2024 في الماتشين بتوع الدوري الذهاب والاياب اللي كانوا هيحددوا بشكل كبير مين بطل الدوري. الماتش الاولاني النتيجه كانت 2-1 لبيراميدز، وفي ضربه جزاء خزعبليه اتحسبت لحسين الشحات. خبراء تحكيميين كتير قوي قالوا ان هي مش ضربه جزاء، وفي حكم مصري قال انه لما كان في الاولمبياد عرضوا اللقطه دي على ان هي من الكوارث التحكيميه اللي حصلت. الماتش اللي بعده اللي كان في الدفاع الجوي في الدقيقه 5 كان في كوره لوليد الكارتي، كل الخبراء التحكيميين قالوا ان هي ضربه جزاء، حتى الكابتن سيد عبد الحفيظ في برنامج القهوه مع فايق قال ان هي ضربه جزاء. السؤال هنا ليه كل اللقطات الجدليه، مش هنقول الاخطاء بس ليه كل اللقطات الجدليه دي كلها في اتجاه واحد، في اتجاه النادي الاهلي؟ حد عنده اجابه؟